مش ظريف والناس انتقدتها جدا، وانتي بتطلعي ترند. هي حكت قصتها بشكل بسيط، ان كان في مش عارفه شيخ طلب منها ايه فهي ما رضتش، فيقال ان اتعمل لها عمل، اتعمل لها سحر، ما اتعملهاش، هي طالعه ترند. دي مش مشكلتي تماما. انا كواحده اتفرجت عليها، ولله الحمد انا بتعامل بقلبي اكتر ما بعقلي، فانا صدقت اللي هي قالته او اللي الناس قالوه. دي ممكن يكون اذاها او اتعمل لها عمل، لان مش طبيعي واحده كانت بتعمل برامج دينيه وناجحه تقلع الحجاب وتعمل كده في نفسها عشان تطلع ترند. فانا خدت في الاصل فينا الخير، فبما ان الاصل فينا الخير فانا صدقت ده. الا اني ليه طلعت اتكلمت عن حاجه زي دي؟ لاني لقيت في التعليقات في ناس كانت بتدعي لها بالشفاء، وفي ناس بتدعي لها يا جماعه ساعدوها، وفي ناس، ودي الطبيعي بتاعنا الناس الرحيمه. الا اني قريت كام تعليق استفزني جدا. يا شيخه غوري، يا شيخه يا مش عارفه ايه، يخرب بيت اللي زيك، انتوا بتقلعوا الحجاب، انت عايزه تطلعي تركبي الترند، انت. فيا جماعه هحكي لكم قصه بسيطه جدا. مبدئيا اللي فينا من غير عيوب، من منكم بلا خطيئه فليرجمني، صح؟ فاللي فينا من غير عيوب لا يطلع عليك حق تطلع وتشاور وتقول انت وانت وانت. اللي فينا واثق ان داخل الجنة لا يطلع يقول اخد مين معايا ومين ماخدوش. الا ان كلنا عيوب، ربنا سبحانه وتعالى سترنا. كلنا اخطاء، ربنا سبحانه وتعالى سترنا. انت مش في العيب ده، او انت مش في الذنب ده، او انت مش في الابتلاء ده، ما تتكلميش، لان دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. بسهولة جدا ممكن تبتلي فيها، ولو ابتلوتي فيها يا ترى هتبقي عاملة ازاي؟ وكله بيترد. الاذى النفسي بيترد، الهفوة بتترد، مساعدة الناس بتترد، الكلمة الطيبة بتترد. لو افترضنا جدلا انها بتقرا الكومنت دي، او انها لما ربنا عافاها في يوم من الايام وقرت الكومنت دي فاتضايقت، هيبقى شعوركم عامل ازاي؟ بصوا، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل الذنوب حتى الشرك بالله اذا الانسان تاب عنه، حتى الكبائر اذا الانسان تاب عنه، ما عدا اذى النفس. فانتوا ممكن تأذي حد